انسبيريشن من كوتشنج سيشن لسه كنت بعملها حالا. قررت احكي الحدوته عشان بتتكرر كتير قوي مع معظم الكلاينتس الرجاله. الكلاينت سي اي او لشركه كبيره، مسؤولياته كبيره، بيحب شغله وشاطر فيه جدا، الدقيقه عنده بفلوس. مشكلته الكرش مبوظ عليه حياته، لا وعمال بيزيد. لما عملنا اسسمنت الراجل عايش لوحده بس بيعتمد على دايت سنتر بيبعتوا له الاكل محسوب سعرات وماكروز بالجرام، يعني اكله مظبوط جدا، بس نومه وحش قوي. وطبعا مع ضغط الشغل مفيش وقت يعمل رياضه ولا يكون موجود في اي مكان غير يا مكتبه يا البيت. كتبنا حاجات تهدي وتحسن النوم زي الاشواجندا والمغنيسيوم، وطلبت منه يمشي 20 دقيقه بس، والحقيقه ما بيحصلش. بساله ازاي يومك بيمشي ومفيش ميتنج بيقع منك؟ قال لي بالسكادجولينج. قلت له الاولويه دايما للميتنجز، طب ما تجرب تحط المشي اولويه زي الميتنجز كده. هو في الحقيقه سكت وقال لي هفكر فيها. بس انا ما شفتوش الاسبوع اللي فات وشفته النهارده. مشي يوميا لمده اسبوعين، ونومه اخيرا بقى نوم عميق. قال لي انا ما نمتش كده من يوم ما ابني سافر. وقال لي الجمله اللي هي الانسبيريشن بتاعت النهارده. قال لي schedule your work out كانه ميتنج. قال لي انا عارف كويس ان في الشغل الحاجات لو مش على الكالندر مش هتحصل، بس عمري ما فكرت اطبق ده في الحياه. schedule your work out كانه ميتنج، وحطوا نفسكم اولويه. صباح الفل.